محمد صالح، ماكنزي مصلحة فريق النجف. هل هناك هدف قاتل هنا وهناك؟ ماكنزي يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية، جول 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 جول. أتكلم عن الأهداف القاتلة، أتكلم عن الأهداف القاتلة. ويأتي يونس حمود برأسية قاتلة في مرمى العميد الكربلائي. إنه جنون الدربي، إنه جنون الدربي. رأسية يونس حمود تأتي بالهدف الثالث في الوقت القاتل. شاهد ماكنزي الذي لعب الكرة على المقاس، ويونس حمود بالراس وضعها في الزاوية الصعبة على عبد العزيز عمار الذي لم تنجح محاولته باللحاق بالكرة. البديل الناجح يونس حمود يضع النجف وغزلان البادية في المقدمة في الوقت القاتل، في الوقت القاتل. يونس حمود يقول أنا لا أرى سوى الأهداف، أنا لا أرى سوى الشباك واهتزازها.